السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده عندنا اخبار كتير تخص النادي الاهلي وتخص المنتخب. بس قبل ما نتكلم في الاخبار، لو انت بتتفرج علينا على اليوتيوب فعل زر الجرس واشترك بالقناه عشان يوصلك كل جديد. ولو انت بتتفرج علينا على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام يا ريت تعمل لايك للفيديو بتاعي. طيب ايه الاخبار اللي معانا؟ اول خبر هو رجوع محمد الشناوي خلاص من الاصابه، وان شاء الله هيكون جاهز في مباراتين نهائي افريقيا ودوري الابطال. هيحضر من على الدكه. محمد الشناوي هيحضر مباراتين النهائي في رادس تونس في القاهره ان شاء الله من على دكه البدايه. مصطفى شوبير هو اللي هيقف اساسي في المباراتين، احتمال كبير، ده الاحتمال الاكبر يعني. في تقارير طالعه بتقول ان الشناوي ان شاء الله هيكون حاضر على الدكه. طيب ده اول خبر معانا. طيب ايه تاني خبر؟ تاني خبر هيترأس بعثه النادي الاهلي في تونس كابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثه. طيب الخبر الثالث، هي دي تقارير طالعه مش رسمي لسه، بس الخبرين خلاص اللي احنا قلناهم بالنسبه لكابتن محمود الخطيب وبالنسبه لمحمد شناوي دول اخبار اساسيه يعني بنسبه 100%. الخبر الثالث اللي بيتكلم عن ان حضور جمهور الاهلي، من حق جمهور الاهلي يحضر مفيش مشكله في مباراه رادس، وهيكون دخوله مجاني. دخول جمهور الاهلي مجاني، بس طبعا تظهر جواز السفر بتاعك انك مصري. تمام، ده الخبر اللي مش اكيد او مش اساسي. بعض الاعلاميين في تونس هم اللي ذكروا الموضوع ده. طيب ايه رابع خبر معانا؟ رابع خبر خاص بالنادي الاهلي واتحاد الكوره. في الفتره الجايه هيكون تخبط كبير قوي ما بين النادي الاهلي وما بين اتحاد الكوره. الفتره اللي فاتت اليومين اللي فاتوا النادي الاهلي بعت بيان لاتحاد الكوره في كذا نقطه محتاج توضيح. اول نقطه كان بيتكلم على قصه حسين الشحات والشيبي، ايه اللي تم مع الشيبي في التحقيق اللي تم ما بينهم. كان طالب ان يتم رد ايه اللي حصل بالتحقيق. اتحاد الكوره ما ادالوش اي استفسار او اي رد لحد دلوقتي. النقطه الثانيه ان بيطلب من اتحاد الكوره يبعت له قوانين او لوائح كاس مصر اللي بتنص ان ممكن ان المباراه بتاعت الاهلي والالومنيوم في دور 32 تتلعب من غير الدوليين. طب على اي اساس انت عايزني العب من غير الدوليين؟ فطلب ايه اللائحه بتاعت كاس مصر اللي بتقول ان انا العب المباراه من غير لعيبه الدوليين، عشان كابتن حسام حسن في توقف دولي ان شاء الله من اول شهر 6، فعاوز يضم اللعيبه قبل التوقف الدولي باربع خمس ايام. النادي الاهلي رافض بسبب سابقه قبل كده. لما التوقف اللي حصل لعبنا فيه ماتشين، كان منتخب نيوزيلندا على ما اتذكر وكان منتخب كرواتيا. كان النادي الاهلي كان في اتفاق ضمني ما بينه وما بين كابتن حسام حسن ان ال10 لعيبه بتوع الاهلي ما يتضغطوش، ما يلعبوش كلهم، يريحوا. في بعض اللعيبه منهم تريح، يعني ممكن لعيبه تبتدي ماتش ولعيبه ثانيه ماتش تاني. وذلك الاتفاق ما بين النادي الاهلي وما بين كابتن حسام حسن، لان لو تفتكروا ان كان بعد الفتره دي، بعد التوقف الدولي ده اللي اتلعب فيه ماتشين وديين، كان الاهلي عنده ماتش سيمبا بره، فماتش بوم كان بعديها بعد الماتش بتاع كرواتيا ب3 ايام، يعني 48 ساعه سفر ومباراه او 4 ايام عشان اكون بس متذكر صح. فده ما حصلش، كابتن حسام حسن لعب ال10 لعيبه. تمام، فالنادي الاهلي بيطالب بحقه. دي من ضمن الطلبات. النادي الاهلي عايز اجابه ورد عليها من اتحاد الكوره. طيب هيحصل مشاكل في الوقت الجاي ما بين اتحاد الكوره وما بين النادي الاهلي بسبب القصص دي. اتحاد الكوره طلع تاني يوم من خطاب النادي الاهلي ده، طلع زي قال لك مش بيان حتى، اتقال لك ده عن مصدر في اتحاد الكوره. طلع قال لك ايه؟ قال لك مباراة الكاس هتبقى يوم 28 قبل ما كابتن حسام حسن يضم اللعيبة، ودي ميزة عند الأندية. هو يقصد بيها بالتحديد النادي الأهلي، هو طالع بيتكلم بيقول كده ويخص بيها النادي الأهلي. ليه بقى؟ قال لك ما أنت هيبقى معاك اللعيبة المحترفة، اللعيبة اللي هم مش مصريين، يعني مثلا زي علي معلول، زي بيرسي تاو، زي ديانج. قال لك ما أنت هيبقى معاك اللعيبة دي مش هتكون لسه انضمت لمنتخباتها. فده احنا عملنا المباراة قدمناها عشان اللعيبه دي تكون متواجده. طب انت على اي اساس؟ انت مالك اصلا؟ اللعيبه دي تكون موجوده معايا او مش موجوده معايا، انت مالك؟
ده شيء ما يخصكش انت كده. انت فين الاضافه في كده؟ المهم النادي الاهلي واقف في القصه دي ومطالب بحقه. طيب خلينا نخلص من القصه ديت ونخش بقى في قصه ايه؟ كابتن حسام حسن. ومش المؤتمر الصحفي، كانت قاعده صحفيه. انا مش فاهم ايه الفرق، انا مش فاهم بجد ايه الفرق. يعني خليك بس انت كمشاهد معايا، او انت كمستمع معايا، او بتعرف اخبار، خليك بس مركز معايا. يعني ايه قاعده صحفيه؟ يعني ايه مش مؤتمر صحفي؟ ايه الفرق؟ ما انت في الاخر قعدت مع الصحفيين واديتهم اخبار، او قلت لهم احنا طريقتنا فيها الشغل الفتره الجايه هيبقى عامل ازاي وبنعمل ايه وبنعد ايه والقصص دي كلها. ايه الفرق؟ المسمى غريب بس ما علينا. من ضمن التصريحات بقى اللي قالها كابتن حسام حسن بقى اللي اتاخدت عليه، قال لك اولا عمر مرموش مصاب في ايده هيعمل عمليه، فالدوري الالماني خلاص خلص، فكان مأجل العمليه، فرقته مأجله العمليه، غير اما بيخلص الدوري هيعمل العمليه. الدوري خلص والمفروض هيعمل العمليه ان شاء الله على اخر 5. هو الدوري بتاعهم باقي فيه ماتش، كل فرقه باقي ماتش، هيخلصوه متهيألي يوم 17 او يوم 18، والمفروض هيعمل العمليه. فالعمليه قصه كده، العمليه هتقعد حوالي 10 ايام، انه بعد ما يعملها لازم يريح 10 ايام. فتواصل مع كابتن ابراهيم حسن وفهم منه دوت، وقال له لا، اجل العمليه لبعد ايه؟ فتره معسكر توقف الدوري، مش تبقى معانا، هم مباراتين مهمين هنلعبهم، تصفيات كاس العالم، خليك معانا وبعدين نعمل العمليه ايه؟ بعد المباراتين. هو في بس حاجه هنا، هو انتوا يا جماعه كابتن حسام وكابتن ابراهيم، هو انتوا ليه مش فاهمين ان اللعيبه لما بتبقى مصابه ما بتنضمش لمنتخبها؟ عشان بس تبقى بس الكلام بس ايه مفهوم. اي منتخب في الدنيا اما بيجي يضم لعيبه، اما يكون اللعيب مصاب في ايده، في رجله، في دماغه، في اي مكان في جسمه، اللعيب ما بينضمش للمنتخب. ده الف ب. عشان بس ايه بس كده، ليه بنعمل مشاكل؟ ليه بنعمل حوارات؟ ايه لازمه ان كابتن حسام يطلع يقول لك القصه دي، وان هم عرضوا عليه ويقولوا له لا اجل العمليه بعديها 10 ايام، واللاعب يحطوه في حته قصاد الراي العام مش حلوه؟ هو انتوا ما اتعلمتوش من قصه صلاح؟ يا جماعه اي لعيب مصاب ما بينضمش لمنتخب بلده، عشان بس تبقوا فاهمين. اقصى حاجه بيجي يعمل لو هو مصاب، بيجي يعمل اختبار او بيعمل كشف طبي عشان الجهاز المنتخب يتاكد من الاصابه، لا اكتر ولا اقل. لكن مفيش حاجه اسمها انا مصاب فجاه العب، مفيش حاجه اسمها كده. بره في الكوره العالميه، بره في الاحتراف، بره مفيش حاجه اسمها كده اصلا. انتوا فاهمين الفكره ولا مش فاهمينها؟ دي نقطه تانية. كابتن حسام برضو ذكر، قال لك انا التوقف الدولي حوالي هو اسبوع، انا اقدر اعمل ايه في اسبوع؟ يعني 4 ايام قبل الماتش الاولاني بالظبط كده. فذكر ان 4 ايام قبل الماتش الاولاني اقدر اعمل ايه او الحق اعمل فيه ايه. احنا كده مش بننافس على تصفيات كاس العالم، احنا بننافس على مركز الشباب. يعني ايه بتنافس على مركز الشباب؟ يعني هو انت المنتخب الوحيد اللي هتتجمع قبل المباراه الاولانيه او وقت توقيت المباراه قبلها ب4 ايام، انت الوحيد اللي هيحصل عليك ده، ولا كل منتخبات العالم كده؟ كل منتخبات العالم كده يا كابتن. انت مش بتعيد اختراع العجله زي ما بيقولوا يعني. ايه المشكله ما تجمع لعيبتك قبلها ب4 ايام؟ ما هو ده وقت توقف الدوري، مش بنخترع برضه. انت عايزه قبليها كمان ب4 ايام تانيين. طب فرقه زي الاهلي وزي الزمالك، اللعيبه مضغوطه، المفروض تاخد راحه، اجازه يوم يومين 3 في الفتره اللي انت بتتكلم فيها دي. ضم اللي انت عايز تضم، هات المحترفين كده هيبقوا خلصوا دورياتهم، هاتهم، وهات اللعيبه اللي بره الاهلي والزمالك، هاتهم وجمعهم. لعيبه الاهلي والزمالك تاخد فتره راحه، ما ينفعش. لعيبه الاهلي مضغوطه بقى لها 2 3 ما بتاخدش اجازات. ده قصه ثانيه. طبعا جاب سيره محمد صلاح، كابتن محمد صلاح، قال لك كابتن حسام حسن قال لك ده اخويا الصغير، محمد صلاح من اعظم لاعبي العالم، من افضلهم، ومفيش اي مشاكل بيني وبينه. امال الكلام اللي طلع انت كنت بتقول انا مع التهدئه، كويس جدا ان احنا بنهدي، ده حلو جدا، وتصريحات مميزه من ناحيه على محمد صلاح، اوكي مفيش مشكله، يا ريت بقى نبقى كده على طول، بلاش التصريحات والافوره وناخد الامور على صدرنا ونطلع بتصريحات عنتريه، خلينا كده. طيب تصريح تاني
ان الدوري المصري ما طلعش منه مواهب جديده في الوقت الحالي، وان المجموعه الحاليه اللي موجوده في المنتخب هي دي المستقره عليها. مفيش مواهب جديده. طيب لما نشوف بعد المباراتين الجايين هيبقى في مواهب جديده ومش هيبقى في مواهب جديده. ده كيروش نفسه جاب لعيبه زي رفعت ومحمد عبد المنعم محدش كان يسمع عنهم في طبق اليوم. محدش كان يسمع عنهم في طبق اليوم وغيرهم من اللعيبه. يعني ايه مفيش مواهب؟ انت مش مطالب انت تجيب بليه، بس طلع لي لعيبه تكون مستواها كويس وضمها للمنتخب. يا عم يا سيدي حتى مش هتلعب اساسيين حطهم على الدكه، يشوفوا معايشات لفترات المعسكر المنتخب، يتعودوا على الاجواء ديت. يعني ايه مفيش مواهب جديده؟ انا مش عايز بليه ومش عايز رونالدينيو ومش عايز ميسي، لان احنا عارفين ان احنا ما عندناش المواهب دي. بس اكيد في زي محمد عبد المنعم، اكيد في زي مروان عطيه، اكيد في زي زيزو، اكيد في زي عواد، زي ايا كان من لعيبه، اسامي اللعيبه اكيد في لعيبه زيها، بس في مستويات كويسه. دور انت، دي شغلتك انت ككابتن حسام، ان انت تدور على الدوري كله، ودور على الدوري الدرجه الثانيه. دور لف الدنيا كلها ودور. احنا بنشوفك بتروح تتفرج على الماتش جميل جدا بعد الفرجه. يعني فين الاضافه؟ زيك زينا بتتفرج على الماتش؟ مش عارف. دي كانت الاخبار اللي معانا اليومين دول. ان شاء الله الاهلي هيلعب يوم الجمعه ان شاء الله في تونس. قبليها ان شاء الله هيبقى في فيديو تحليل ان شاء الله للمباراه، والاهلي هيلعب ازاي، وايه اللي ممكن الاهلي يعمله في المباراه الجايه يوم الجمعه. السلام عليكم.